عندنا هنا روف مساحته كبيره شويه، ولازم قبل ما نركب اي سطح مساحته كبيره شويه ناخد في اعتبارنا كام عامل مهم. من ضمن العوامل المهمه دي هي فاصل التمدد، وفاصل التمدد ده بنركبه كل 6 متر تقريبا او قاعده عامه كل 35 متر مربع. طيب ده وظيفته بتكون ايه؟ وظيفته بتكون ان انا عندي البورسلين او السيراميك او اي او السطح اللي انا كنت هركبه هيحصل له تمدد، فبالتالي مفيش مسافه يتمدد فيها، فبالتالي البلاط هيبدا يطقطق ويبدا يتحرك من مكانه ويركب فوق بعضه. فبنعمل فاصل التمدد ده، وبيكون الماده بتاعته رابر خفيفه كده علشان يحصل عليها التمدد ويفضل محافظ السيراميك على المتانه بتاعته ومحافظ على قوته بدون اي مشكله. كمان عامل تاني لازم ناخد بالنا منه وهو الميول. انا لازم طالما عندي مساحه كبيره زي دي وهو روف، فبالتالي يحصل مطر، فبالتالي لازم اشوف اقرب مكان او اقدر اصرف عليه واعمل عليه الميول بتاعتي بدون برضو ما اخل بالقواعد الهندسيه في الموضوع ده. كمان عندي طبعا احنا عندنا الشقه اللي تحت معموله شفاطات بلت ان، فكان عندي السكشنز بتاعتها كلها طالعه فوق، فعملنا لها برنيطه علشان لو مطر نزل عليها ما يبوظهاش. وبرضو التكييفات، عندي التكييفات كلها مطلعها في الروف، فبشوف اقرب مكان او اكتر مكان بيبقى موجوده فيه الضله بشكل عام وما يكونش جارح المساحه بتاعه الروف علشان اقدر اوزع عليه التكييفات. وبرضو بالنسبه للاضاءات عندي بوزع الاضاءات على الحوائط وعلى كل مكان اقدر استغله علشان الدنيا بتاعتي تكون منوره وتكون الدنيا لطيفه.